رفضك لقرار اللي هو بتاع كهرباء. لا انت قلت جوه في لا هو بدأت كهرباء هارب. تمام. بقرار من فيفا موقوف. تمام. اتحاد الكرة اداله ورقه قال له يلعب. تمام. خلاص. انا عندي 3 لعيبه مش موقوفين. تمام. قال لك لا احنا وقفناهم دول، يعني الموقوف رسمي من المحكمه الرياضيه الدوليه ادوا له جواب يلعب، واللي مش موقوفين محترمين ال3 واقفينهم. نفسي اعرف حضرتك واقفهم لايه لسنه ده رقم واحد. فانا لما اعترضت امتى؟ لما كهربا عمل الحاجه اللي فيها السفاله دي. تمام. فانا فوجئت ان انا هم حولها لجنه انضباط، فانا بكل ادب واحترام قلت رساله رئيس لجنه الانضباط على المستشار المحترم حضرتك رئيس اللجنه القانونيه في النادي الاهلي. ما ينفعش ان حضرتك تحكم، انت في مكان عالي جدا جدا، لانك لو حكمت ضد كهربا الاهلاويه هيشتموك، لو حكمت لصالح كهربا الزمالكاويه هيشتموك. تمام. انا بتكلم محترم يعني رئيس محكمه. تمام. فقال لك حولوا لجنه الانضباط، كهربا ما راحش وانا اللي رحت، انا اللي شاكي. خلاص تاني انا اللي اشتكيت. تمام. طيب انا بسال بقى سؤال، فين عقوبه كهربا في الحركه اللي عملها دي؟ في الحركه ما فيش. وبعدين كهربا لما لعب اديني الجواب بتاع الاتحاد الدولي قال لك خليها لا ما فيش. فدي انا بعتبر ده مش هنقول بلطجه. انا قلت بس يا سياده المستشار تحول للجنه الانضباط. عملوا له ايه يا باشا؟ قرار مفيش قرار يعني؟ مفيش قرار صدر.